النهارده جايبكم في مكان اسمه ريستور، ده متخصص في بيع المنتجات المستعمله. هنا هم عاملين يافطه عامه بتكون موجود فيها 4 الوان، ودي تبقى ثابته. اي منتج محطوط عليه الستيكر على حسب اللون بتاعه انت بتعرف هل ده السعر الثابت ولا بيكون عليه خصم اضافي. العجله الصغيره دي عامله $20. تشكيله الكور بتاعت شجره الكريسماس دي عامله $18. تشكيله هدايا الكريسماس. لو لقيت اي منتج عليه ورقه صفراء بيبقى عليه خصم يوصل لحد 75% على السعر المكتوب نفسه، يعني هتاخد عليه خصم بعد السعر اللي مكتوب عليه. ولو لقيت اي منتج محطوط عليه الورقه الخضراء بتعرف ان ده عليه خصم 50%، وهكذا. شجره كامله مثلا زي شجره الكريسماس دي عامله $60 هنا. هي ممكن تكون كمثال استعملت بس مره واحده مثلا، او حد اشتراها ولقى ان هي واخده مساحه كبيره في المكان، بيوديها مكان زي ريستور. انت بقى لو حبيت تشتريها هي جديده زي ما هي كده هتلاقيها زي ما هي نفس الشكل، يعني مش هتتغير. هتجيبها مثلا من امازون هتكون عامله $300، فانت اولى بالفرق ده. ريستور ده متجر متخصص في بيع الحاجات المستعمله، موجود منه اكتر من 1200 فرع في امريكا وكندا. عايز اقول لكم ان ريستور يوميا بينزل تشكيلات جديده. بص مثلا مضرب البيسبول ده عامل $3.50. مضرب تنس برضو نفس الكلام. حاجات طبعا نظيفة، حاجات جميلة. دي عاملة $20. في حاجة أنا حابب أحكي لكم عليها عشان تفهموا طبيعة الحياة في أمريكا شوية. في مصر أنت ممكن تشتري الأساس براحتك وتقول حاجة تعيش معايا وحاجة معمرة والكلام ده كله. هنا أنت لما بتيجي تنجل ممكن ساعات بتضطر، علشان النجل بيبقى مكلف عليك شوية، بتضطر إنك تسيب الحاجة وتشتري غيرها لما تروح في المكان الجديد. اوفر ليك من ان انت تنقلها. انت متخيل؟ لان هنا النجل والعماله، هنا العامل بيتحاسب بالساعه، فانت هتأجر مثلا عربيه شحن وتأجر 2 أو 3 عمال عشان يقولوا لك الحاجه وعدد الساعات دي كلها. فانت تقول طب ما انا اشتريها جديده احسن، مثلا اذا كان انتريه او اذا كان حاجه من الاساس. الناس هنا ممكن تلجأ للحاجات اللي استعمال اللي زي كده تقضي الغرض وبتنجز معاهم، وحتى لو سابوا المكان وسابوها في نفس المكان ونقلوا مش مضطرين ياخدوهم معاها علشان سعرها غالي او مكلف. ريستور بيبقى فيه نوعين. في نوع حاجات فعلا مستعمله بيبان عليها حتى من شكلها مستعمله وسعرها بيبقى رخيص خالص، وفي حاجات بتبقى جديده خالص طبعا بس بتبقى مثلا موديل قديم شويه، موديل السنه اللي فاتت او السنه اللي قبله، فبينزل عليها برضو خصم لكن مش زي اللي مستعمله. فانت اللي تستفيد، انت تروح تاخد حاجه زي كده. وكمان بتبقى في حاجات كتيره جايه تبرعات من ناس تانية، ناس مثلا مش محتاجه مكتب معين، مش محتاجه مثلا سرير زياده عندها. الانتريهات، المكان مليان كمية انتريهات وكراسي وسفرة وترابيزات ومكاتب للمذاكرة للأطفال، طبعا غير الدواليب غير السراير، الحاجات دي كلها. فهم هنا مهتمين بتشكيلة كبيرة بالأساس. عايز أقول لكم المكان كبير جدا يا جماعة، يعني أنا مسرع الفيديو وقصص حاجات كتير وفي حاجات كتير ما لحقتش أصورها لأن المكان فعلا مكان كبير، وكل وقت والتاني بيجيبوا حاجات جديدة، فانت قدام حاجات مختلفة كل شوية بتظهر. يعني هتلاقوا دواليب، هتلاقوا مكاتب، هتلاقوا اساس، هتلاقوا كمان انتريهات اشكال وانواع والوان. بالنسبة للدواليب في حاجات باينة ان هي يعني مستعملة شوية او كده، بس انت لو دورت هتلاقي في حاجات حلوة قوي وحاجات جميلة يعني. الترابيزه الانتيكه دي لو انت دورت عليها على امازون هتلاقي سعرها عامل $400، لان هم هنا بيهتموا بتفاصيل الخشب وشكل الحاجه دي ديكور. عايز اقول لكم بيبقى في بعض المنتجات بيبقى عليها التيكت بتاعها مش بس السعر الموحد، لا بيبقى مثلا كاتبين كمثال يعني دي سعرها $60، بعد اسبوعين بيبقى سعرها طبعا بتقل، مثلا بتقل $15 فبتبقى 45. استنيت اسبوعين تاني بدل ما بتنزل يعني الربع تمنها بتنزل النص. لو استنيت اسبوعين تاني بقى اللي هم 6 أسابيع وما اتباعتش بتاخدها بربع تمنها، يعني بتخصم منها 75%. فالحاجة لو بدل ما ب60 لو عدى عليها 6 أسابيع ومحدش اشتراها بتاخدها $15. بص المكنة اللي شبه بتاعة التيتا دي شايلين لك الدواسة بتاعتها والحاجة بتاعتها في الدرج، يعني اللي هو ما تقلقش حاجتها موجودة معاها يا معلم.
طبعا حاطين المفاتيح في الدرج علشان خاطر انت ما تدورش عليها، يعني مفاتيحها في درجها. طبعا الحاجة دي باين عليها ان هي جديدة اصلا يعني. الساعة الانتيكة دي شكلها حلو قوي وحجمها مش صغير، حجمها كبير، ودي عاملة $20. يعني الساعة دي كلها عاملة $20. المكان طبعا مليان عدد وحاجات كتيرة، انا ما صورتش المكان كله، بس بقول لكم ان المكان بيبيع الحاجات المستعملة في امريكا. حبيت اشاركه معاكم واوريكم فرق السعر في الاستعمال او من الجديد بيكون عامل ازاي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبوه لنا في الكومنتات. سلام.